معلومات مفيدة. سنتعرف معا على أقدم حضارات في التاريخ. قبل أن نتعرف ما هي أقدم الحضارات دعونا نتعرف ما معنى حضارة. الحضارة هي الميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم والتفوق العلمي والتقني لأحد الشعوب في حقبة تاريخية معينة من الحضارات القديمة وأقدمها في العالم بشكل عام. حضارة ما بين النهرين أو ما تعرف به الحضارة السومرية، ونشأت في المنطقة التي تقع بين نهر دجلة والفرات على أرض العراق، وكانت تسمى المنطقة التي قامت عليها بمنطقة النهر الخصيب. حضارة مصر القديمة أو ما تعرف به الحضارة الفرعونية القديمة، وهي أطول حضارة بالعالم القديم، ويقصد بالحضارة المصرية القديمة من الناحية الجغرافية تلك الحضارة التي نبعت بالوادي ودلتا النيل، حيث كان يعيش المصريون القدماء هناك. واشتهر الفراعنة بالزراعة واستغلال المعادن والطب والعمارة. ومن أهم إنجازات الفراعنة والموجودة لوقتنا الحالي الأهرامات والمعابد. إنها حقا حضارة عظيمة. حضارة الماية القديمة. حضارة الماية نشأت في الغابات الاستوائية. اشتهرت حضارة الماية من القرن الرابع بإقامة الأهرامات، وفوق قممها المعابد يتبعون نظام كتابة معقدة، كانوا يعملون بالزراعة واتخذوا المطر إلها. حضارة الإنكا العظيمة. حضارة الإنكا أمريكا الجنوبية، والإنكا هي اسم لإمبراطورية قديمة بنت على يد الهنود الحمر، وكانت تعد من أكبر الإمبراطوريات في جنوب أمريكا ما قبل العصر الكولومبي، وقد أطلق عليها اسم مدينة الشمس المقدسة. الحضارة الصينية العظيمة نشأت في حوالي العام 1500 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة الحضارة في تلك الديار ولم تعرف الانقطاع عبر مراحل التاريخ. وكان لهم إلمام ببعض مبادئ علم الفلك. ليس هذا فحسب، بل لقد ابتكر الصينيون أبجدية خاصة بهم، وأهم آثارهم الموجودة حاليا هو سور الصين العظيم، والذي يعد من عجائب الدنيا السبع. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا